الواحد إن شاء الله. نلاحظ في هذه الآونة أن بعد كتب الأشاعرة التي يؤلفها المؤلفون المعاصرون بدأت تنتشر في أيدي الشباب. وقفت على بعض المذكرات فيما يسمون بالعقيدة، تبحث هذه المذكرات في أفعال العباد الاختيارية، والمذكرات مقررة في المراحل المتوسطة والثانوي في بعض المناطق أو بعض الدول المجاورة، وقد تسربت إلى أيدي شبابنا. وهذه المذكرات تبحث في مسألة غامضة الأشاعرة أنفسهم يعجزون من تفسيرها، وهي كسب الأشعري. يختلف الماتريدية والأشعرية في كسب الأشعري، ولا نطيل في شرح هذا الكسب لأنه لا طائل تحته، ولكن النتيجة القول بأن العبد لا يؤثر في أي عمل من أعمال الاختيارية بقدرته، وأن قدرة الله هي المؤثرة، أي إن الفاعل الحقيقي هو الله، وإن العبد لا يفعل، وإنما تنسب إليه الأفعال مجازا، سواء كانت الأفعال حسنة أو قبيحة. وهذا أمر خطير جدا لو فصل هذا المعنى وتساءلنا مع القائلين بهذا لا يجدون جوابا. وهل الإنسان الذي يعتقد بأن العبد لا يفعل حقيقة ماذا يقول؟ من الذي يتوضأ ويصلي؟ المتوضئ من والمصلي من؟ هل هو العبد نفسه أو غير العبد؟ وهل يستطيع أن ينسب هذا الفعل إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ وإذا سرق السارق فقطعنا يده، من السارق الذي قطعت يده؟ العبد ولا غيره؟ لعله لم يفكر في العاقبة عندما قال إن الفاعل الحقيقي هو الله وليس بالعبد. هذا ما يدرس باسم العقيدة الآن عند كثير من شبابنا. عندما أقول شبابنا أعني شباب المسلمين حيثما كانوا. هذه عقيدة خطيرة جدا تفسد عقائد الشباب، وليست هي بعقيدة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة على الرغم من الدعوة الطويلة العريضة. هذه الكتب يقول فيها المؤلف إنها في أصول الدين وكتب التوحيد، ثم يتحدث عن واضع كتاب التوحيد، عن واضع التوحيد. من الذي وضع التوحيد ومن الذي وضع العقيدة؟ من هو؟ أبو الحسن الأشعري. لست أدري عندما يقول المؤلف هذا الكلام هل عنده تفكير كامل أم لا؟ إذا كان أبو الحسن هو الذي وضع العقيدة للمسلمين والتوحيد كله، والناس الذين قبل الإمام أبي الحسن أين توحيدهم؟ كانوا بلا توحيد وكانوا بلا عقيدة. ما معنى هذا؟ كلام لا معنى له. وشبابنا يحفظون مثل هذه العبارات. واضع التوحيد أبو الحسن الأشعري. لست أدري هل الكلمة مقصودة للتشويش على الدعوة السلفية التي بدأت تنتشر مكافحة لها، ويقسمون الناس إلى قسمين: جمهور المسلمين وهم الأشاعرة، ثم المعتزلة. ولا ذكر للسلف، نسيوا سلفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وحصروا الناس في هاتين الفرقتين، في جمهور المسلمين على حد تعبيرهم الأشاعرة والمعتزلة. والتوحيد الذي عليه جمهور المسلمين هو الذي وضعه أبو الحسن الأشعري. أنبه على مثل هذه الأخطاء لأن هذه الرسائل والكتب بدأت تنتشر وتدخل في أيدي شبابنا لئلا يتأثروا. وهذه الحركة من الأشاعرة المعاصرين مكافحة منهج السلف ومحاولة إعلان بأن الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة تشبه حركة الشاة المذبوحة. الشاة المذبوحة إنما تتحرك وتضطرب لتموت لا لتحيا، فلتعلموا هذا، لأنها علمت أنها في آخر حياتها تتحرك